عاد النبي عليه الصلاة والسلام مع جده عبد المطلب إلى مكة، وكانت مشاعر الحنو في فؤاد جده تربو نحو هذا الحفيد اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد نكأ الجروح القديمة، فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده، فكان لا يدعه لوحدته المفروضة، بل يؤثره على أولاده جميعا. قال ابن هشام: كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه التسعة يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عن ذلك المجلس، فيراهم عبد المطلب إذ يأخذوه من يده ليبعدوه عن مجلسه، فيقول لهم: دعوا ابني هذا فوالله إن له شأنا، ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسر ما يراه يصنع من لعب الصغار. ول8 سنوات وشهرين و10 أيام من عمر النبي عليه الصلاة والسلام توفي جده عبد المطلب بمكة، ورأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عميه الزبير بن عبد المطلب وأبو طالب عبد مناف ليكون